احنا هنا بيت في وسط الغابة. ده كان حد عامل كامبينج هنا يا عم، ده عادي يا عم. ده ملبوس ده على فكره. بتاع ده ملبوس 100%. الحاجات بتاعت الغابه دي بتبقى ملبوسه. ده حد كان عامل كامبينج هنا تقريبا، حد كان بينام هنا. زي ما كنت بقول لكم ده الجبل الوحيد اللي موجود في هولندا، وده يعتبر التلفريك الوحيد اللي موجود في هولندا. هو مش عالي، هو يعني يا دوب حاجه صغيره، ولكن اتس اوكي تمام مفيش مشكله. في بقى زحاليق زي ما انتم شايفين كده، في اكتيفيتيز ثانيه تركب تنزل من على الجبل زحاليق، بدل ما تنزل بالتلفريك، بدل ما تنزل من التلفريك تنزل متزحلق زحليقه، بس انت اللي بتتحكم فيها، يا فري ملهاش مسار يعني، انت اللي بتتحكم بقى. حجم الحيطه كبيره قوي يعني، انا ما كنتش متخيل ان هي بتبقى بالحجم ده، بس كبيره قوي فعلا. لازم تستحمل بقى الخبط اللي كان بيحصل فيها، تبقى كبيره. اهلا بيكم في المدينه رقم 4 في الدوله رقم 1 من رحلتنا حول العالم. المدينه اللي احنا فيها دي مميزه جدا بالنسبه للهولنديين، لان المدينه دي هي الوحيده اللي فيها قلعه فوق الجبل. زي ما انتم عارفين هولندا كلها سهول، سهل، ارض اصلا منخفضه تحت الميه، مفيش فيها اي جبال، مفيش فيها اي قمم. ولكن المدينه دي فيها جبل، وهي المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي ده قلعه فوق الجبل. دي تقريبا القلعه الوحيده اللي فوق الجبل في هولندا. دي رقم 1. رقم 2، المدينه دي فيها اقدم قطر في هولندا، او اقدم محطه قطر في هولندا شغال حتى الان وهنزوره. فيها التلفريك، المدينه دي فيها تلفريك، وده مش موجود في هولندا كلها زي ما انتم عارفين ما قلنا، بس عشان دي فيها جبل ففيها تلفريك، فيها اكتيفيتيز كتير جدا. المدينه دي جميله، تستمتعوا في الفلوج ده يعني، كملوا للاخر، ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وكالعاده اسيبكم في اول الفلوج، يلا بينا. صباح الخير، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى نروح مدينه جديده حلوه قوي، بس مش بالقطر، معانا اصدقائنا. يلا ناخد العربيه واعرفكم عليهم. رجالتنا، ايه الاخبار؟ سلموا بقى عليكم. ايه الاخبار؟ لا استنى اظبط معاكم. خد انت. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ صور انت نفسك يا عم احمد. لا ما انا عرف خلاص الناس سلمت. المتابعين بتوعنا يا عم. لسه ما صحيتش. احمد يصحى من النوم واعرفكم عليها يا جماعه. يعني دول رفقاء الرحله النهارده كده، خلينا نروح مع بعض ونشوف ايه الدنيا. هتستمتعوا في الفيديو ده. وصلنا واحمد فاق اخيرا. مش عايز تسلم على بعض الناس يا احمد؟ صباح الخير يا ناس. عاملين ايه؟ سلم كده عليهم يا عم. وصلنا. خير وصلنا. بس الجو حر. ده حاجه حلوه. جو النهارده جميل يعني، هنستمتع ان شاء الله. محمد بيسلم عليكم. بص القلعه هناك يعني، القلعه فوق، شايفها القلعه دي فوق جبل. هنقرب منها ونمشي بقى، بعد كده نروح نركب التلفريك، او نركب التلفريك الاول. نطلع باللهب. هنطلع لها بالتلفريك. محمد عملنا لنا خطه خلاص. اول انطباع خدته عن المدينه بقى، يلا ندخلكم معانا نعمل محتوى. ادي انت الانطباع واحنا نقول نفس الكلام. لا انا بسجل خلي بالك. ما تقفش. انا عامه باخد الانطباع من السنتر، انا ما باخدش الانطباع من الحته الفنيه دي. انا عايز انزل السنتر اخد الانطباع من هناك. شكلها فعلا مدينه سياحيه جدا. هي شكلها سياحيه بس ما فيش حد كتير بيجي يصور هنا. دي المدينه الوحيده اللي فيها جبل في هولندا يعني. عشان كده يعني دي المكان. وبعدين القلعه فوق، القلعه دي كانت قلعه قديمه اللي فوق هناك دي، ومبنيه فوق الجبل. اعلام واقفين بالعرض ده جنبي على مشهد. هنقرب ونشوف. ده علم مصر مثلا ولا ممكن نطلع القلعه الاول؟ لا هناخد التلفريك الاول عشان هيقفل. طلعنا القلعه غالبا. هو غالبا هياخد، لا هو بيطلع كده، هنطلع ونشوف. وصلنا التلفريك، يلا بينا يا جماعه. تعالوا نشوف بس. ده هيقفل الساعة كام؟ دي المواعيد بتاعت الدخول والوصول. هيقفل الساعة النهاردة. زتردخ فين زتردخ؟ أنا مش شايف السبت ليه؟ اخر واحد. لا ده زنداغ، ده الحد. ده كل يوم ليه مواعيد. كل يوم له مواعيد. النهاردة هيقفل 6. طب حلو، نلحقه بقى الأول. هو التلفريك بياخد اتنين أو واحد. تعالوا ندخل بقى نحجز تذكرة ولا هنا؟ اكتر من 5 يوم تطلع على القلعه. ايه؟ هي 6:25. التلفريك. التلفريك 6:25. فهناخد ايه؟ طلعه صغيره فشخ. طلعه ايه؟ لا فوق لسه فوق. ايوه فاكر هي دي بس؟ لا فوق. بصوا بقى يا جماعة، التذكرة عاملة 6 يورو 25. عايزين نبقى نعمل ريل عن التيكت.
كبيره على فكره خالص. مش مشكله، ما هو هولندا برضه مفيش فيها جبال يعني. ننزل ونطلع نطلع ما يقلقش. هولندا مفيش فيها جبال. ده 3 اشخاص، يلا 3 مع بعض مره واحده. بس مش مشكله، هنلف كده اقعد عشان يطلع الزحمه. طب ما نعدي كده وخلاص. تعالوا بقى كده ايه يا جماعه، ناخد تلفريك. هو مش عالي قوي بس ده يعتبر التلفريك الوحيد اللي موجود في هولندا واحنا عايزين نجربه. فخلينا نشوف كده ايه الدنيا. نقول لكم ازاي الواحد بيركب فيه، يشيلك وبيجري. تيجي معايا ولا ولا واحده؟ او لا خليك انت قدام طيب واحنا وراك. اي حاجه مش فارقه، ماشي. هتخطشال دلوقتي. Yes, sit down, please. اوكي. اوبا. Yes, close the bar. يلا نطلع. ركبته ولا لسه؟ لسه ما ركبوش. واو، انا اول مره اجرب التلفريك في حياتي، بس لا شعور حلو. اتمنى تكونوا مستمتعين معانا. قول باي. لا احساس جميل، اول مره اجربه بس احساس جميل جدا ان شاء الله. ما تبصش لتحت اهم حاجه. اوبا، واو، ها يلا سلم. اهم حاجه تبان انت. انا مش عارف ده الطبيعي ان هو بيكون ماشي بالراحه كده ولا لا، بس ستيل انا مستمتع. زي ما كنت بقول لكم ده الجبل الوحيد اللي موجود في هولندا، وده يعتبر التلفريك الوحيد اللي موجود في هولندا. هو مش عالي، هو يعني يا دوب حاجه صغيره، ولكن اتس اوكي تمام مفيش مشكله. في بقى زحاليق زي ما انتم شايفين كده، في اكتيفيتيز ثانيه تركب تنزل من على الجبل زحاليق، بدل ما تنزل بالتلفريك، بدل ما تنزل من التلفريك تنزل متزحلق. زحليقه بس انت اللي بتتحكم فيها، يا فري ملهاش مسار يعني، انت اللي بتتحكم بقى. فهنروح ونجرب برضه، خليكم معانا. الفكره بقى ان مش عارف اسار ولا لا، هنحاول يعني. انا شايف ان انت المفروض لازم تكون ماسك الفرامل بايديك الاثنين، فانا مش عارف بقى، هنجرب كده ونحاول نشوف هنعرف نصور ولا لا. يا اسطى في فرامل. لا بيكون الزحلقه فيها فرامل. هلو سي هلو. تيجي تاخد الزحلقه. خلاص وصلنا. هاي بابا. 1, 2, 3, 4. Yes. I did it. Yes. And you can go back again if you want. Yeah. With the So same ticket. yeah. And if I want to use the That's separate. how much? 5 euros for 2 goes. For 2. Okay. Yeah, and you come back up again. اوكي فاين. انت معاك التذكره صح؟ تمام ماشي. الرجاله وصلت. حاسب. هتتشال تاني. ما تيجي تنزل خليها معاك عشان تنزل بيها. الزحليقه ب 5 يورو لوحدها، تاخد لفتين. تطلع وتنزل ولا لا بتاخد لفتين وترجع نفس المكان. نرجع فوق هنا؟ الزحليقه بتكون حلوه ده. ايوه يبقى احنا بناخد لفتين. لفتين وتطلع نفس المكان هنا تاني. حلو ده، نطلع بيها وبعدين ننزل. وبعد كده تنزل بده. بس تعالى اول نشوف الدنيا. تطلع بيها، طب ما مش حلو انك تطلع بالزحليقه. الزحليقه مستفيد انك تنزل لا بيها. ما هيجيبنا هنا عشان ننزل بالتلفريك بقى. يا جدعان هو ممكن، ما انت لو عايز تنزل تحت تنزل اكيد الزحليقه الصغيره مسموح ان انت تقول خلاص انت قصدك تنزل بيها وبعدين تطلع بيها تنزل بيها. هي فيها حاجه فيها انك تطلع لكن مش نزول، واحده طلوع واحده نزول. لا لفتين طلوع ونزول. طلوع ونزول بخمسه. دي نعملها، دي حلوه. فكرة مش هنعرف نصورها دي، عشان لازم فراغ واحده للبنزين بس واحده. عادي ممكن تطلعها على فكره او عادي، بس انت اللي تفشل. بس هو انت اللي هتكبر. صح انا مقدر. دلوقتي تعالى نشوف المكان هنا الاول وبعد كده نبقى نجرب عايزين نروح القلعه بس. احمد يا جماعه مهتم بالقلعه قوي. انا احب الاثار جدا. انا ما بحبهاش. انا اصلا كنت ملك زمان يعني. هنا انت دي انك عايز تلعب بالميه، بس دي اطفال اكتر.
دي انك تنزل تلعب عوامه وتنزل الميه، تنزل كده تطلع تمشى في وسط فوق الجبل فوق غابه تقريبا. ده في ناس بتيجي بالعربيه من فوق من هنا. العربيه بتاعتك هنا ازاي فعلا؟ اكيد لها طريق من هناك. هتلاقي دول اصحاب اللي شغالين في الحاجات دي. ممكن. هو ثواني احنا كده تقريبا مش طريق القلعه اصلا. لا ده مش طريق القلعه هناك ورا. القلعه ورا. هنا انت مثلا عايز تقعد تاكل، عايز تاكل حاجه، عايز تتمشى وسط الغابه. فاكر ده طلوع القلعه. لا تعالى بقى نخش الغابه كده شويه، نحلل الفلوس شويه. احمد عايز يعمل هايكنج جوه الغابه يا جماعه. هندخل نعمل جوه الغابه هايكنج. ده اذا كان فيه ورق عنب. صوروا الناس في ورق عنب. في ورق عنب. فلوس بقى عشان ندخل جوه الغابه كده نعمل هايكنج. لا اكيد مش تعبان ده. لا اللي بيحفظ هي اسمها ايه القوارض اللي بتخرم، هي بتبقى عامله خروم دي. هتجيب سيره القوارض، في فيروس دلوقتي منتشر والدنيا بايظه. الهانتا. بس خليك عارف هندخل منين عشان نرجع منه تاني. خلينا نشوف. اوه طبعا يا جماعه الكاميرا ظالمه الفيو بس يعني. تمسك الكاميرا بقى. لا ده في واحد قاعد عنده بيت تحت. لا ده اللي عنده بيت هناك ده بيت واحد. ده على الرايق ده، بس اكيد الناموس مش مزعله. يلا بينا نتمشى تاني. في براز يعني في حيوانات هنا. لا في ناس بتيجي تتمشى بالكلاب بتاعتها هنا. شويه هدوء بقى، نسمع صوت العصافير. خلي الناس تسمع معانا. في صوت عصفور جميل قوي. عايزين نروح الامازون بقى نعمل هايكنج هناك. لا اناكوندا يا عم تطلع. دي محدش يلمسها بايده. استنى ده يطلع الحشره اللي هي الغريبه دي. مش حشره يا ابني، دي فوق زلطه. يبقى حد حاطط زلط. زلطه طبيعيه عادي. انا خفت لو تطلع البتاع اللي هي. هو رسم لك عليها بس مش معناه ان هي دي. هو زلطه مرسومه عليها. زلطة. قلت لو تطلع كده مش كذا واحده عاملين كده مع بعض. مخك ضحك عليك. طب تقريبا على فكره القلعه تروح كده. ممكن. ده طريق عربيات العربيات اللي كانت تحت. وده غيط المزارع والفلاحين دي. ده غيط وفلاحين وبتاع. كده احنا ممكن نروح القلعه اعتقد. طب ممكن نفتح مركب نبص برضه. ماشي. احنا بنعمل هايك يا اسطى عادي عيش. حاسب بقى. حاجه انا عايز اقول لك ان ده كله ملقوط. حاسب. اقف مكان. ما مش نصيب بقى. الشغالات دي. لا والله بجد هتبان لك بالفيديو. في حجره كانت ماشيه داخله ودنك، انا قفشتها من على باب ودنك. حاجه تخش الودان دي. المفروض مات حاجه زي كده. بقول لك انا سليم ملوك برضه وبتاع. انت مش كلت بيت العنكبوت هو جالك. نفتح بقى عشان كتير نخش جوه. لقينا مكان في اخر الطريق ده. احمد جابه من على جوجل مابس، بيقول ان هو مكان شكله حلو. هنروح نشوف. سامعين الصوت ده؟ بيقولوا لهم في بشر جايين هربوا. طيب للاسف يا جماعه وصلنا عند المكان اللي احمد كان لاقيه على جوجل مابس، بس بيقفل الساعه 3. فهو كان عباره عن كهف جوه الجبل في منحوتات. ما اعرفش المنحوتات بتاعت ايه بصراحه، كنت عندي فضول ادخل اشوف. ماشي. كان في يعني منحوتات كده عايزين ندخل نشوفها، ولكن طلع بيقفل الساعه 3 فما لحقناهوش. هنروح مكان تاني. فين الدودة؟ في الحته دي دور كده هتلاقي هنا. ولا خافت ومشيت. رحله البحث عن بس الدودة. هتلاقي ثابته، بس هي شبه الشجر. في هنا واحده هي صغيره بتاعتها، في واحده ثانيه دي البني دي. ما لقيناش الدودة. حاسب. احمد وقع. بدي بالرجل راح جاي في حته. هتدي بالرجل ايه يا احمد؟ انا سند بالصباع ده للحيط. وانا كنت واقف عادي كنت رحت هناك. انت عايز توقع جذع الشجره من هنا يا اسطى؟ انا عايز اشيل الكوبري ده عشان ده مش امان. ما حدش عدى عليه. ما حدش بيمشي عليه. المصريين في اي مكان. لازم نحط التاتش بتاعتنا. يلا محمد ماشي بعصايه تحسه ماشي في التلج. احنا وصلنا للاسكيمو. الراس ده حقيقيه دي ولا
اكيد لا. لا حقيقي. كرسي ازاي استنى الفيلم. سلم بتاع الشجر. هنا بيت في وسط الغابه. ده كان حد عامل كامبينج هنا يا عم، ده عادي. يا عم ده ملبوس ده على فكره. بتاع ده ملبوس 100%. الحاجات بتاعت الغابه دي فيها ملبوس. ده حد كان عامل كامبينج هنا تقريبا، حد كان بينام هنا. انت دب ملبوس؟ ساب سلم. لا في حد كان، لا وكان بيشرب حاجات هنا وبتاع، حد كان عامل كامبينج وبتاع. شوف حاجات جوه العربيه. في حلل كمان. بقول لك حد كان عامل كامبينج. خلاص بقى سيب كل حاجه مكانها. لا بص الحاجات دي قديمه على فكره. الدب بيهجم عليك. بس مش عايز يقول في حشرات. خلاص بقى، خلاص عشان في حاجه. في فيك عش عنكبوت ايه؟ ايوه البس زي المره اللي فاتت. طب ليه تاذي حاجه الناس؟ مش ده حاجه الناس، دي حاجات يا ابني قديمه. ازاي كبيره. يعني انت شايف البوكس ده فيه الكنز كله ده. بس البوكس ده فيه الكنز كله. هوبا شايف الناس اهو. ده فيه الناس. يلا بينا. لا كفايه كده. طوب عادي. اهو بيجمع الطوب في البوكس ده. ده فيه بيض تعابين ده. تعالى بص اللي هو بيض التعابين ده. تعالى اللي هو البيض الصغير اللي هو الملون ده. بيض تعابين يعني غالبا فيه تعبان جوه. بيض التعابين شايفه؟ انا شفت. اللي هو ده. شفت. طب هو ليه محتفظ بالصخور دي؟ ده واحد من الهوملس اكيد، اللي هم اللي بيلموا ازايز بلدات. ممكن. قال لك اكيد الحاجات دي قيمه، بس الصندوق شكله قديم. يلا بينا. بس نرجع له حاجات زي ما هي. ربنا يعينك بقى، رجع انت. سابها ومشي. كان ده بيبات هنا. في ناس بقى بتيجي تبات هنا. كده الكامبينج موت. ما هو الكامبينج بقى. ما انت بقى انت مقفوله عليك الدنيا. لازم تبقى انت تستخدم قفه على جسمك. اصلا احنا بنصور. لا في حاجه اسمها قفه، تعرفوش؟ عارف اقول بس مش قفة. ده الفيرجن ادفانس بتاعك. خلاص يا جماعه، احنا خدنا كده ديل من محمد واحمد، هنطلع كامبينج مع بعض في مره. متفقين؟ ماشي يا عم، يلا بينا. يلا بينا. في سينا ان شاء الله. انت لا مش هنروح سينا، احنا هنشوف غابه في المانيا زي ما انت قلت. في البلاك فورست هناك في المانيا بيقولوا كويس. خلاص كده احنا خدنا وعد من احمد نطلع نخيم هناك. اتمنى نلاقي الطريق. احنا تايهين يا جماعه في الغابه بقالنا ساعه دلوقتي. احمد دخلنا مره غلط. داخلين في ساعتين، احنا عايزين ناكل ونشرب. احمد دخلنا مره غلط ومحمد دخلنا مره غلط. مش عارفين نوصل لسه. دورك بقى انت تدخلنا غلط. خلي بالك من العنكبوت اللي قدامك. ايوه يا ساتر. احنا كده صح، كده صح. شفت انا جبتكم الصح. سيد طبعا هو انقذنا في اليوم وفي الموقف طبعا. فاحنا حاليا قدرنا نوصل. ده الطريق، ولو نزلنا كده هننزل. لا مش هننزل تاني. لا هو كده هنرجع مكان ما دخلنا. كده هننزل عند العربيات. حلو، نروح للعربيات عشان احنا بقالنا كتير من غير عربيات. لا احنا كده ده الصح اللي احنا عايزينه. ايوه ما هو كده. كده يوديه. ما هو كده هيودينا وكده هيودينا. مش عارف هيودي برضه. ما ده العربيه. من على فوق يعني. اه من عند الخشبه اللي كانت لوجد بتاعت العربيات. وده ايه؟ يعني لو عايزين ننزله هناك. طب ده ايه؟ ده برضو يوصلنا. هو مكتوب على فكره فيه يافطه هنا. مش مهم، الناس ماشيه يعني، تعال نمشي مع الناس دي وخلاص. لقينا الطريق بعد كده. خلاص ارمي بقى العصا. فاكر الرحله. لقينا الطريق اخيرا. دي المدينه كلها من فوق، دي فالكنبرغ من فوق كلها. ده يعتبر اعلى نقطه في المدينه. هنا في المكان ده تقدر تشوف المدينه كلها. واحنا راكبين التلفريك كده واحنا نازلين هتشوفوا بقى الفيو كامل. طيب يا جماعه احنا هنركب الزحليقه دي كده، هتنزل بينا لحد تحت ونرجع نطلع بيها تاني مع الناس اللي طالعه دي. بس للاسف مش عارف اصور، المفروض ليها يعني حاجه معينه هتتركب على الدماغ كده عشان خاطر الكاميرا تثبت عليها، بس مش معايا فمش عارف اصور. فهناخد اللفه وبعد كده احكي لكم التجربه عامله ازاي. خلصنا يا جدعان بقى الزحليقه، ومحمد عمل حته حادثه. شال احمد كده طياره من على العربيه قدام عشان نسي ياخد فرامل. الراجل يقول له خش شد فرامل، هو راح شايله مطيره من على العربيه. المهم ان هم كويسين. قول له ناخد بقى التلفريك وننزل بقى اوريكم المدينه من فوق عامله ازاي. يلا عشان نركب. اوكي 1 2 3 هوبا.
الحقونا بقى، زمان كنا بنقول تلحقونا ما تلحقوناش. اهم حاجه ما تمرجحش البتاع اللي انت راكب فيها دي اهم تعليمات بيقولها لك، عشان خاطر لو اتمرجحت ممكن تقع منها. دي بقى الزحلية اللي احنا كنا بنقول عليها بس ما عرفتش اصورها. محمد بقى لبس في واحد زي الراجل اللي هو كان بيجري هناك كده، ده لبس في احمد قدامه. بص بقى يا جماعه، دي المدينه كلها من فوق، لا ممتعه بصراحه يعني. الزحلية كانت ممتعه قوي. وبعدين المره الثانيه احلى، انت بالكوين تقريبا الواحده ب5 يورو، لو انتوا جروب مع بعض تاخدوا خصم. يعني احنا الثلاثه خدنا ب 13.5 يورو الثلاث كوينات اللي هي الثلاث يعني لفتين، ما اعرفش اقولها ازاي. هو الكوين الواحده بلفتين، فاحنا خدنا 3 كوين ب 13.5. لو انت لوحدك هتاخدها ب5. كان في حد قبلنا خد ال8 ب 32، 8 كوين ب 32. فكل ما بتكونوا جروب كل ما بتاخدوا سعر ارخص. النازله هديه فكره ان هو تلفريك مفتوح. يعني انا عرفت هو ليه ماشي ببطء قوي، لان النازله التلفريك زي ما انتم شايفين مفتوح، فلازم يبقى على الهادي عشان اي حركه كده ولا كده بالسلامه. من فوق كده انت لو انت نازل تشوف تقريبا المدينه كلها انت شايفها قدام كده. هتلاقي عندك هنا الغابات زي ما انت شايف، الغابات كلها موجوده. الناحيه التانية البيوت، وبعدين انت شايف برضو مساحات كبيره قوي خضراء. يعني جميل، المنظر جميل جدا يعني يستحق ان الواحد يجي ويجربه. نصيحه لو اي حد جاي سياحه في هولندا، هي المدينه دي بعيده شويه عن امستردام، اسمها فالكنبرغ. لو انت حابب تعيش تجربه كده ممتعه اعتقد انها تستحق يعني. ممكن تيجي وتجرب، يعني دي حاجه جديده مش موجوده اصلا في هولندا كلها، فكون انها موجوده هنا بس دي حاجه حلوه. قربنا ننزل على الارض. عد 1 2 3 اوبا. اوكي نزلنا. كنا نتفرج عليهم وهم نازلين. يلا مش من بدري كده. ايوه كده خد، هبعت لك اللقطات دي. اوب 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 1 2 3 حاسب هتتشال. ثانك يو باي. يلا عايز تاخد الصور اللي انت اتصورتها بفلوس؟ طب يلا عدي. طيب يا جماعه خلصنا اول مكان معانا. بعد كده دلوقتي هنروح على تاني مكان، نطلع السلم الطويل قوي ده عشان نطلع للقلعه دي. دي القلعه الوحيده اللي على جبل في هولندا كلها. اجري. هيقفل قدامه نص ساعه ونقفل، عايزين نلحقها. وصلنا يا جماعه القلعه. قبل ما تقفل هطلع بقى كده فوق اقول لكم شويه معلومات تاريخيه عن المكان ده. المكان ده اثري ومهم جدا بالنسبه للهولنديين. وانتوا طالعين كده السلالم فعلا سلالم قلعه، تحسها مش مظبوطه. خلينا نشوف. السلالم ضيقه، تحس ان انت دخلت مكان قديم قوي. طيب وصلنا القلعه. اول انطباع تاخده كده ان انت ماشي جوه قلعه فعلا. تحس ان انت زي الحاجات اللي نشوفها في الافلام كده، سلم طالع او طريق طالع وطريق نازل زي ما انتم شايفين كده، مرات ضيقه. القلعه دي هي الوحيده زي ما قلت في الفيديو، الوحيده اللي مبنيه على جبل في هولندا. هولندا اصلا بلد كلها مسطحه، كلها سهول، فدي الوحيده اللي مبنيه على جبل. ولكن ليها قصه جميله. القلعه دي اتبنت في القرن ال11. هي في جنوب هولندا. جنوب هولندا انت عندك بلجيكا وعندك المانيا، ده كله قريب منك. فكان زمان بقى ايام الحروب والكلام ده كانت مطمع كبير قوي، لان موقعها استراتيجي. انت لو خدتها انت هتعرف تدخل هولندا وهتعرف تحاصر حاجات مثلا او تروح بلجيكا والمانيا. فكان موقعها استراتيجي جدا. فلما اتبنت يعني ومكانها زي ما انتم شايفين عالي، اتحاصرت كتير قوي، وكذا جيش يجي ويحاصرها ويرموها بقى بالمنجنيق والحاجات اللي هي بتاعت زمان دي عشان خاطر يحتلوها، لان موقعها كان مهم. ولكن كانت بتصمد قدامهم كلهم لان هي متاسسه صح. قلعه كبيره، ودي بقايا زي ما انتم شايفين، بقايا القلعه كلها. هحكي لكم في قصص كبيره كتير عن القلعه، هحكيها لكم كمان شويه، بس خلينا ناخد الفيو ده. انت هنا شايف المدينه كلها زي ما انتم شايفين. لو بصيت بالمنظار ده هجيب لك بقى اماكن بعيده قوي، ولكن من فوق كده
لا جميل، المكان جميل يستحق بصراحه. تذكره الدخول للقلعه دي ب 10 يورو بالمناسبه. شايف هنطلع نشوفها من فوق، بس خلينا الاول نبص بصه كده نشوف ممكن نشوف لحد فين في المنظار ده. اوه لا جايبه فعلا. لف معايا. بس انا ثبت لك على فيو حلو. شفتوا اللي احنا شفناه من المنظار انتوا شفتوه دلوقتي. نطلع تاني كده ندخل نشوف الدنيا في القلعه عامله ازاي او البقايا بتاعتها. يعني ده بيترفع. ده آه. زمان كان بيترفع. تمام. بيقول لك to enter the castle you first had to cross a drawbridge. ده عشان يحاصروا لما حد جاي عايز يحاصرهم فكانوا بيرفعوا. بيقول لك الكاونتر ويتس اللي تحتيه under the bridge means that it could be lifted with little force. يعني هو في حاجه في ويتس مقابله بتشيلها. زي ميزان كده بترفع بيه، ممكن يترفع بسهوله يعني. هو ايه دي كانت زمان كده تبقى محدش يعني كده يعني في بيقول لك بتتشال. فكان الكوبري ده اللي احنا ماشيين عليه ده بيتشال عشان لو حد محاصر القلعه وحد عايز يدخل زي ما بنشوف في الافلام وكده. بس تحسها فعلا يعني تحسوها يا جماعه كده قلعه فعلا من القرون القديمه يعني باين قوي الموضوع ده. بصوا الارضيه بتاعتها اللي هو زلط، واحد لو لو لابس مش لابس حاجه قويه في رجليه هيتعور. تيجي ندخل نشوف المكان مثلا من هنا، هنشوف برضو المدينة من الناحية التانية. تيجي هنا برضو انت شايف المدينة من الجزء ده مرتاح. الناس بتيجي بتفطر وتقعد تاكل هنا بس هي بتستمتع بالمنظر. تيجي تخش كده تعالى كده شويه نخش الفراوه دي الدش. كانوا بياخدوا دش هنا باين عليها من المية. لا هو ليه كده؟ ما هو عادي اوضه عاديه بس هنا اتكسرت. بالذات برضه كانش ماشي. بصوا المتانة بتاعت الحيطة يعني عاملة ازاي؟ كبيرة. بص في قاعه فوق بس السلم ضيق قوي. خلي بالك حاجات وكلات ضيقه. كده رايحين مكان تاني كده. ده كان ايه بيقعدوا هنا ياكلوا ولا ايه؟ هنا المكان اللي بيكتبوا منه الخطيب بتاع القصه. استنى ما انسى. اخطب يلا ادي خد. ادي خد بقى. بص ما انت بص ده شكلها قبل ما تتهد. صح هتلاقي يعني ده كان شكل ده كان شكلها كده قبل ما تتهد. ده كان السطح بتاعها وكان فيه بقى بص التواريخ دي من زمان قوي. ترابي 1919 كل واحد ناحيه حاجه. 1866 1777. الشباك هنا برضو جميل يعني الواحد هو قاعد هنا شايف حجم الحيطه كبيره قوي. يعني انا ما كنتش متخيل ان هي بتبقى بالحجم ده بس كبيره قوي فعلا. لازم تستحمل بقى الخبط اللي كان بيحصل فيها تبقى كبيره. لا فيري نايس. لو جيت بصيت من هنا كده تخرج كده تلاقي المقصله. هو لو حد مثلا انتوا بتشوفها في الافلام بقى حته اللي هي المقصله دي. المقصله تيجي تمام يحط ايد هنا ايد هنا والراس تطلع من هنا يضربوهم بقى او بيجلدوهم على. ده مش المقصله، لا دي الجلد. دي انك تقعد يجلدوه بيعلقوه هنا كده ويقعد يجلد فيهم. محمد بيتعذب حاليا يا جماعه. خرج ايدك حد يضرب بقى من ورا. محمد بيتجلد. لا خليك عايز اجيبك مع القلعه. وهنا كده دي كانت تقريبا مكان للميه ممكن. ماشي خلينا نخش تاني جوه ونشوف. الطوب ده جديد يعني مش قديم. بس الطوب بس اللي فوقي ده قديم. انتوا لو خدتوا بالكوا ده قديم وباين قوي ان هو قديم. دخلت هنا لقيت اوضه تانية. انا لقيت السجن خلاص. ده سجن يا اوضه الكلاب. دي كانت ايه؟ دي اوضه السلاح. يعني هنا كده كان بيتحط السلاح. ده اوضه السلاح. كان بيتحط السلاح هنا بالشكل ده. الرماح السيوف. لا دي مش السيوف دي الرماح. دي البلطة تقريبا المنجنيق.
دي الصخور نفسها الاصليه بتاعت القلعه. شكل حد مهم ماضي مثلا. ممكن يكون محفور عليها حاجات تاريخيه اهم. طلعت هنا كده نشوف فيه ايه. لو طلعت هنا كده تشوف ايه؟ خلينا نشوف. ده اكيد كان في عسكري بيقف هنا، في جندي كان بيجي يقف هنا كده، لانه هنا كاشف المدينه من مكان اعلى. ولو شايف بقى لو في حد هجوم اعداء او حاجه شوفوا من هنا كده. احنا كنا قاعدين هنا كده، لكن يعني عادي. خلينا ننزل. تحس اني فعلا ماشي في فيلم قديم. يعني ده ماشي في فيلم اجنبي كده بيتكلم عن التاريخ القديم. دي كانت دي النايت هول. النايت هول الجنود بقى ولا نعم، اوضه الحرس. دي الاوضه اللي بيعيشوا فيها وبيستروا فيها. دي الفرسان، نايت يعني فرسان، اوضه الفرسان اللي كانوا بيقعدوا فيها 1929 سنه 1900. دي كانت شكلها DER. هم صعبوا عليا فاضطريت ان انا ابني لهم اوضه. بص انا عملت لهم دي كانت القلعه نفسها صح؟ لا دي كانت القلعه نفسها كلها. الحظيره يا ابني قلعه ايه دي؟ حظيره. الحظيره؟ يا عم لا دي القلعه كلها، دي مجسم القلعه. دي الحظيره بتاعت القلعه يا جدع لا سنه 1115. ده قديم على فكره. لا القلعه قديمه. دي القلعه، دي مجسم القلعه كلها. ده مجسم القلعه زي ما انتم شايفين كده. لا في حاجات هنا حلوه. دي second room with well. دي ده كان بير الميه محفور لتحت 33 متر تحت الارض عشان يطلع الميه. احنا ممكن ننزل 33 متر تحت الارض هنا. ده البير اللي كان بيطلع منه الميه، ممكن تنزل 33 متر تحت الارض. ما بقول لك ده بير، ينزلوا جوه البير يشوفوه. 33 متر تحت الارض. اوه ده كان 33 متر. هاي جود لك. You wanna try? لا كبير قوي، كبير قوي. 33 متر. Is there water down there? Excuse me? Is there water down there? Like any water? Any water down? No, it was previously a well, but it was 40 meters down. And 40 now it's meters. 20. So Now it's you 20, still need yeah. to dig 20 meters before you're going to reach any water. اوكي سوري. دلوقتي بقت 20 متر بس تحت الارض. قبل كده كان 40 متر الراجل بيقول، فالميه كانت بتطلع من 40 متر. حاليا هي 20 متر بس في ريحه مش حلوه. يلا بعدين لو طلعت بمرض من تحت هتزعلك. يعني مش طالبه. انا كنا عايزين ننزل بس هنا الريحه مش حلوه، فبصراحه يعني قلنا بلاش، لا يكون في اي حاجه تحت، مش ناقصين فيروسات. دي كانت بقى مجسم القلعه كامله. ده مجسم نضيف شويه. ده مجسم القلعه كامله بقى. بص احنا بقى واقفين في الحته دي يعني وهتلاقي هنا بص العساكر مكان تمركز الجنود. احكي لكم بقى قصه عن القلعه دي وايه اللي حصل فيها زمان. سنه 1672 تقريبا، هتاكد لكم من التاريخ. سنه 1672 ده الهولنديين بيسموه عام الكارثه. ليه بيسموه بقى عام الكارثه؟ ده سؤال حلو، لان وقتها القلعه دي كانت خلاص هتقع في ايد الجيش الفرنسي، وكانوا خلاص الجيش الفرنسي قرب ان هو يحتل القلعه والكلام ده. جاء الملك وقتها، الملك الهولندي كان اسمه ويليام الثالث، كان او فيلم الثالث. جه الملك وقتها قال لك انا مش هسيب لهم القلعه كده لقمه سائغه، انا هعمل ايه؟ راح مفجر القلعه كلها وسابها اثار كده، ما سابلهاش. قال لك انا مش هسيبها لكم مبنيه وجاهزه وتستلموها كده، لا، راح مفجرها ودمرها تماما. وهي فضلت على الحال اللي هي عليه لحد دلوقتي، بحيث ان هو ما يسلمهاش بس لمجرد ان هو يسلمها للجيش الفرنسي وقتها او للحاكم الفرنسي وقتها. بس دي كانت قصه القلعه، واتبنت امتى وايه اللي حصل فيها عشان توصل للحاله اللي هي فيها دي. من اهم قلعه عندهم بالنسبه لهولندا. القلعه دي اتبنت في القرن ال11، فضلت على حالها لحد سنه 1672 اتهدت لوحدها، يعني الملك هدها بنفسه. فالملك لما هدها بنفسه لمجرد ان هو بس مش عايز ان هو يسلمها للجيش الفرنسي سهل. بس دي كانت القصه. لسه بقى مكملين رحلتنا جوه القلعه. احنا كنا واقفين هنا كده فوق،
ده برضو مكان كانت الجنود بتقف فيه. ده الجهة التانية او الجهة المقابلة زي ما انتم شايفين كده. هنطلع تاني. لا فيها يعني الاثار باين عليها ان هي فعلا يعني كانت قلعة زي اللي احنا بنشوف في الافلام. نيجي نقف هنا كده نشوف التمثال الايقوني بتاع القلعة. مش عارف انتوا شايفينه حلو ولا لا، لكن لا حلو. هنا الجو هوا عن تحت طبعا. كل ما بنطلع فوق كل ما بنطلع فوق بيكون في هوا اكتر، بس تمام يعني مبسوطين. يلا بقى نمشي، نقدر ننزل طبعا. بس المدينة دي جميلة أوي، الفيو بتاع البيت ده جميل أوي. يلا نكمل. الأوضة اللي ورايا دي بقى دي كانت السجن بتاع القلعة. يعني ده شكلها، يعني أحمد كده واقف جوه السجن. كده جوه السجن، وكان في اكيد ناس كتير ماتت هنا يعني. أكيد لأن هما كانوا بيترموا من فوق، ما كانش ليها باب، مالهاش مخرج. فكانوا بيحدفوهم من فوق من هنا كده. ده كان شكل السجن بتاع القلعة دي. السجن ده كان أمام شكل جديد. السجن. واكيد المسؤولين هم حافرين هنا برضه. يعني تلاقي أكيد. كانت في مساجين حافرين هنا. في واحد بقى كاتب دي لاف ام. ده واحد رايق. وقربنا نخلص القلعة بتاعتنا. يعني زي ما انتم شايفين دي القلعة كلها. ده تقريبا أعلى مكان موجود حاليا. inner wall ده الباب الداخلي للقلعة. ده كان شكل الباب الداخلي للقلعة زمان وقتها. بيوصلك لقلب القلعة بالظبط. تقريبا مبني على 15 متر ارتفاع من القلعة السور الخارجي. بعدين 15 متر فوق بعملوا السور الداخلي اللي هو ده اللي احنا فيه واقفين عليه دلوقتي. ده حبيبي مصر ام الدنيا. حبيبي حبيبي عليكم السلام. مصر ام الدنيا في كل حته وفي كل مكان. دي كانت بقى لفتنا او جولتنا جوه قلعه فالكنبرغ او فالكنبرغ كاسل. اشوفكم في المكان الجديد كمان شويه. طيب خلصنا بقى زي ما قلت لكم القلعه. هنروح دلوقتي نتغدى. يعني احنا كلنا وقعنا من الجوع، ماشي طول النهار بقى والتنطيط اللي عملناه. بس خليني اخدكم معايا كده جوله في وسط المدينه. الراجل ده واقف كده، ده الجندي اللي بيحرس المدينه. ده تحس ان انت داخل القلعه، يعني المدينه كلها عباره عن قلعه تقريبا. وده بوابه المدينه، كان زمان بيقتلوه ولسه البلاط بتاعها قديم شويه. دي كانت ايام الحرب العالميه الثانيه دي. لا المدينه دي كانت بتستخدم في الحرب العالميه الثانيه، كانت موجوده. الشوارع بتاعتها ضيقه، يعني الشوارع بتاعتها ضيقه قوي يعني بالنسبه للمطاعم، بس هي سياحيه. دبي، شوكولاته دبي ماشي. نص المحلات يعني ممكن نتمشى شويه مع بعض لحد ما نروح المطعم، نوصل المطعم مع بعض. ولكن ريحه الخمره هنا عاليه قوي، ف يعني نمشي بسرعه. يعني لا جميل جميل المكان. ده حلال؟ بس ده حلال ولا لا؟ احنا ممكن نسالهم لو حلال ولا لا. لسه هنمشي لحد ما نوصل لمحل اكل تاني يا جماعه. بس انا حاسس ان هي فعلا قالك كده علشان خاطر بس ندخلنا. يعني هو مطعم شكله فانسي قوي. بس الزحمه. المدينه دي سياحيه من الدرجه الاولى، بس ما فيش ناس كتير بتيجي تصور فيها. فيعني المدينه دي سياحيه قوي، فعشان كده هلو، فعشان كده محدش بيجي يصور هنا كتير، فعشان كده احنا جينا نصور فيها. كلها سياح زي ما انتم شايفين كده. ان هي على الحدود، قريبه من بلجيكا وقريبه من المانيا. وعاده يوم الاحد بيبقى اجازه هناك في بلجيكا وبقى اجازه في المانيا، فالناس بقى بتيجي تقضي يومها هنا. بس دي من الانطباع الاولاني كده وانت ماشي. لا حلو مش وحش. طيب يا جماعه احنا ماشيين لقينا مطعم حلال يعني اسمه سطلانه، من اسمه سطلانه. فقلنا نروح نشوف كده هو عنده ايه وبيبيع ايه والكلام ده كله. غالبا الناحيه دي، فهنروح نشوف كده الدنيا. هو ده سطلانه. حلال 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 everything is حلال. بتحكي عربي بقى؟ مصري مصري. بيبان علينا. مصري. صباح الجمال باشا مصر، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ بالصدفه البحته والله احنا ماشيين، احنا دلوقتي بندور على مطعم اللي اسمه سطلانه. قلت لكم من شويه لقينا ان صاحبه مصري موجود هنا بقاله كتير، بقى تقريبا 7 سنين لو انا فاكر صح. اسمه استاذ محمد فاروق. فيعني سبحان الله المصريين في كل حته. فهنشوف بقى هناكل كده واصور لكم الاكل واقول لكم رايي. اي حد هيجي فالكنبرغ يجي على طول علينا، خلاص احنا كده عرفنا مكاننا هنا فين. طالما في مصريين يبقى لازم نكون هناك. طيب يا جماعه الاكل جاهز، هنشوف كده مع بعض الاكل عامل ازاي وبعد كده نكمل. انا طالب فراخ
جاي معاها زي ما شايفين سلطه بطاطس. لا محمد طالب فراخ زي احمد بقى هو اللي واخد. قول واخد ايه؟ مش عارف. لا ده ايه؟ قول يلا. بصوا يا جماعه وانا دلوقتي جينا هنا زي ما قلت لكم عند مطعم سطلانه. هنا استاذ محمد هو صاحب المطعم، هو مصري. وحضرتك سامي الدرحمة. عم سامي برضه. هما الاثنين هنا اصحاب المطعم اخوات. هو فاي حد بقى جاي على فالكنبرغ على طول احنا عارفين اللوكيشن هنا خلاص. لا بس انا ايه الاسم استوقفني، سطلانه اسم مصري، فبنساله ليه الاسم بقى فهو يقول لنا. والله هو مراتي كانت رايحة تجيب شوية حاجات من السوبر ماركت، وكنت مطلع عين أبوها شوية مجننها، فلما سمعت كلمة سطلانة قالت لك لا مفيش أجن من كده يعني. خلاص يبقى سطلانه. فلزقت فيها سطلانة، والبلد كلها عرفتها يعني ايه سطلانة، خبلانة خبلان. لا بس بجد ربنا يجعلها كده عليك ان شاء الله، ربنا يديمك لها تمام. من ناحيه الاكل والله بسم الله ما شاء الله الاكل كان كويس يعني. تسلم ايدك. فكره يا شباب عم محمد هو اللي بيعمل الاكل نفسه، شوف محمد هو اللي بيطبخ بنفسه يعني بصراحه كان عشان كده هنقفل قريب يعني. لا بصراحه لا الاكل كان جميل قوي. تسلم ايدك الله يخليك. ماشي كده كتر خيرك. بجد. خلصنا الغدا وعم محمد ادانا كابتشينو كده، قال لنا ايه اشربوه وانتم ماشيين، انا بقى على نفس اليوم. فهنتمشى نشرب كابتشينو واحنا بنلف في وسط المدينه. خليكم معايا بقى. المدينه هنا سياحيه بس محدش جه هنا كتير. يمكن اعتقد ان شاء الله الفيديو ده يعرفكم بقى بيها، ان هي زي ما قلت لكم هي على الحدود شويه، فتلاقي معظم اللي فيها سياح بقى جايين من كل حته. وبعدين هي المدينه الوحيده اللي فيها جبل في هولندا، فده مديها طابع مختلف شويتين. لا وزحمه كده، السيزون لسه ما بداش يعني. انا كده جاي قبل السيزون بتاعها ما يبدا بتقريبا سنه. هي سنه ايه شهر يعني. جاي قبل السيزون ما يبدا بشهر، بعد شهر هتلاقي ما حدش بيعرف يمشي هنا من كتر الزحمه. فلا بصراحه يعني مدينه جميله قوي. انا التماثيل اللي في المدينه خيلاني، كل ما امشي الاقي تمثال مثلا حد قاعد فوق القلعه، اقول ده في حد هيقع ولا حاجه، بص الاقي تمثال، اللي هو تحس انا مستغرب هو في ايه. لا وانت ماشي فيها تحس ان انت فعلا ماشي في مدينه قديمه. شكل المباني، القلاع، حته ان انت بتعدي من شارع لشارع في يعني زي فكره زمان كده اللي هي ايه بوابه للمدينه، دخول والخروج. فيعني بص يعني مثلا انا دلوقتي هعدي الشارع تحس ان في هنا ايه البوابه زي بتاع زمان كده، فاهم اللي هو شويه وهتلاقي الحديد نازل. دي كده قلعه قديمه هناك ورا. دي الحاجه انا كنت من بعيد شايفها واحده بجد، التمثال اللي فوق ده واحده هتقع ولا حاجه، لقيته تمثال. لا هم شاطرين قوي في موضوع التماثيل في المدينه دي. مبسوط. انا توهت محمد واحمد ما اعرفش ما راحوا فين. جايين اهو. لا والخضار برضو فيها طب حلو يعني. لو مشينا يعني لو دخلنا كده وسط المدينه نفسها، اتمشينا جوه شويه تلاقي الاماكن الخضراء والكنالز زي عاده هولندا كلها. بس الكنالز هنا شكلها مختلف حتى عن الموجود في امستردام. الكنالز هنا عشان بين البيوت شويه او بين القلاع هتحسها ان هي مختلفه شويه عن امستردام. شايف انا بكلمك؟ ايوه شكلها فعلا. يا عم في يا عم انت مش مركز معايا خالص. بس شكلها فعلا مختلف يعني مختلفه قوي. الكنالز هنا مختلفه. زاود لامبرغ، جنوب لامبرغ. لامبرغ دي جنوب هولندا تقريبا، دي اللي فوق جنب بلجيكا، ومعظم اللي فيها هولنديين يعني ما يحبوش يتكلموا اي حاجه غير الهولندي. بص بقى واحنا ماشيين لقينا ايه لازم تشوفوا معايا. واحنا ماشيين في وسط المدينه لقينا ايه؟ البط ماشي يتفسح معانا. خد هنا رايحه فين؟ عرفنا هنتعشى ايه. تويته. ده بط بس مختلف شويه. لا ما اعتقدش. ده ذكر وده انتايه. ذكر اللي شكله حلو والنتايه اللي شكلها وحش اصلا. وده ايه ده؟ طلعت في الفيديو. دي الزوجه الثانيه دي ولا ايه؟ ولا بجد فاهم. ده ذكر تاني. لا هو دول اتنين كوره وانتايه. اغلب الحيوانات ايه ده بتطير؟ ده بيطير. احنا هنطير ولا ايه؟ الراجل بص لها طرد. ووصلنا بقى عند نقطتنا الاخيره في الفيديو. احنا هنقف هنا. انا دخلت كده جوه 3 دول في نفس ذات اللحظه. انا واقف في بلجيكا. واقف فين؟ واقف في هولندا. بص هولندا صغيره شويه. كل واحد فينا دلوقتي واقف في دوله مختلفه. انا في المانيا بس، ومحمد دلوقتي في المانيا وبلجيكا، واحمد بس في هولندا. تعال نبدل تاني.
خش انت في كده. انا رحت بلجيكا، كده انا بقيت في هولندا. يا جدعان المزاوله دي كده انا بقيت بقى ايه يوم كلهم. حاليا احنا في غابه في المانيا، وانا كنت لسه جاي من هولندا ما كملتش ثانيه واحده. take a picture for you? Thank you. It's okay. ده مكان حلو التخييم. دي كده غابه المانيه هولنديه بلجيكيه، ثلاثه مع بعض، غابه مشتركه يعني. هو السؤال بقى مين اللي بينظفها؟ هاني حكومه؟ اللي يعرف يجاوب يا عم، اللي يعرف يجاوب في الكومنتات. هنا دي غابه انت تتوه فيها. ليه؟ لان مفيش طريق موحد، انت بتمشي وخلاص وانت ورزقك يعني. بس خلينا نلف. الساعة بقى كام دلوقتي يا جماعة؟ الساعة حاليا 7:30 في مصر، الساعة 8:30 لسه الشمس طالعة، لسه قدامنا ساعتين تقريبا على المغرب، لسه قدامنا ساعتين على المغرب، فلسه معانا شوية وقت. العمود ده في بلجيكا، العمود اللي هناك ده في ألمانيا، العمود ده هولندي. أنا كده فين؟ أنا كده في النص. شاطر. لا حتى مكتوب هنا على بتاع ده علم بلجيكا، الأسد ده بلجيكا تقريبا، وده ألمانيا. تلاقي محطوط عليها برضو علم. ده العقاب ده ولا نسر ولا صقر؟ تاخد العقاب، طير العقاب. دويتشلاند حتى مكتوب هناك اهي. وأخيرا وليس آخرا الأسد الهولندي، الأسد اللي بيطلع من بقه نار ده هولندا. كده انت واقف محمد كده واقف في النص بين الثلاث دول، مفيش بقى حدود خالص. الموضوع حلو قوي، بس احنا جايين متاخر، كان في متاهه كده عايزين ندخل نلعبها جوه، بس للاسف جينا متاخر، تقفل الساعه 6 فما عرفناش، فما لحقناش. عاده المكان ده بيكون زحمه، بس دلوقتي عشان الناس كلها مشيت خلاص، الكافيتريات قفلت وكله قفل، فخلاص احنا بس اللي موجودين وكم واحد بيتصور. المكان ده يا جماعه واحد جه وطلع فوق على البرج ده هيشوف 3 دول كده مع بعض، بس للاسف هو قفل، المفروض بيقفل اخر 6 فهو قفل، عشان كده تلاقي الناس كلها مشيت، ما عادش فيه غيرنا احنا الثلاثه بس. والى هنا سيداتي انساتي سادتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. فلوج جميل، فكره حلوه، اتمنى تكونوا استمتعتم بيها. اشوفكم ان شاء الله في فلوجات قادمه. سلام.